عمرك لاحظت وانت ماشي حافي في الحرم ان الرخام بارد رغم ان الحراره في مكه ممكن توصل ل 45 درجه؟ لكن السؤال مش ازاي الرخام بارد، السؤال الاهم مين فكر فيك وانت ماشي. خليني احكي لك الموضوع بكل بساطه. ايام التوسعات الكبيره في المسجد الحرام كان المسؤول عنها مهندس مصري اسمه محمد كمال اسماعيل، وهو شغال لاحظ حاجه ناس كتير ما بتلاحظهاش، وهي سخونه الارض. ملايين البشر جايين من كل حته في الدنيا علشان يحجوا ويعتمروا، وبيمشوا حافيين في عز الشمس، والارض بتبقى سخنه ممكن تحرق الجلد وتكسر خشوع اللحظه. فالسؤال كان بسيط، ازاي نخلي الارض ما توجعش الناس؟ في الاول اتطرحت فكره تبريد تحت البلاط، لكن المكان مفتوح والحل ده مش عملي. ساعتها المهندس عمل حاجه اذكى، ما حاولش يحارب الشمس بس قرر يتعامل معاها. بدا يدور لحد ما وصل لنوع نادر من الرخام اسمه رخام تاسوس، رخام ابيض نقي بيعكس نسبه كبيره من اشعه الشمس، وامتصاصه للحراره قليل جدا مقارنه بانواع تانية، عشان كده بيفضل ابرد نسبيا حتى مع درجات الحراره العاليه. النوع ده من الرخام نادر وموجود تقريبا في جزيره تاسوس في اليونان. فالقرار النهائي ان ارض الحرم تتفرش بالرخام ده، والنتيجه كانت ان ملايين الناس بيمشوا حافيين من غير ألم. والمهندس ما طلعش يحكي ويقول انا عملت، بس فكر في الانسان اللي داخل يقف قدام ربنا بقلب هادي وجسم مرتاح. وفي الاخر ما تنساش تصلي على النبي.